مين مش بيحب الشاورما وانا في مكان متخصص بس في الشاورما وبيعملها من 4 بلاد مختلفة، من اليونان وسوريا والشاورما المصري ومن تركيا، والمكان هو اسبان. وانا رحت فرعهم الجديد اللي في الشيخ زايد. والشاورما اليوناني بيعملوه بعيش اسمه بيتا، كان حلو قوي، وتتبيلتها والصوص اللي في الساندوتش كانوا مختلفين. والساندوتش السوري متحمص حلو قوي، والساندوتش كان فيه خضار خفيف كده خلت التجربة احلى بكتير. وتتبيلة الشاورما المصري كانت لذيذة قوي، والشاورما طرية جدا. اما التركي فهو عجبني قوي، خصوصا ان فيه صوص كده طعمه عجبني جدا، وحتى شكل سيخ الشاورما التركي كان مختلف. وندخل على الاختراعات اللي سبين بيعملها، ومنها ساندوتش بيكون مقلي وبعيش تورتيلا، وكنت خايف انه يكون تقيل ومليان زيت، بس بالعكس طلع طعمه جميل قوي، خصوصا انه بيكون فيه كده صوص شيدر. وعلى فكره هما بيعملوا توميه سبايسي جامده قوي، علشان كده هحط منها على فتة القاهره جمبري، وطعم الجمبري نفسه حلو. وبجد الرز اللي في الفتة عندهم كان جامد قوي وطعمه لذيذ جدا. اما طبق فتة اسكندر اسطنبول، واللي بيكون عباره عن عيش متحمص وعليه شاورما وصوص كده، فده ما عجبنيش خالص، وما قدرتش اوصل هو ليه ما عجبنيش حتى. وعندهم اختراع بطاطس بتكون كور كده وبيوريه ومحشيه شاورما وجبنه